السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ما تنسوش تضغطوا على زر الإعجاب وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. اليوم حابة نهضر على حاجة راهي تتباع عادي في بعض الأسواق الجزائرية. بزاف ناس يمكن شراوها بلا ما يلاحظوا التفاصيل. نوع من الكؤوس شكله عادي من برا، بصح كي تقربوا في قاعه تلقى نجمة واضحة في التصميم. الفيديو هذا هدفه غير التوعية باش كل واحد يكون واعي وش راهو يشري ويدخل لدارو. تبعوا معايا للأخير. في الفترة الأخيرة شفنا منتجات بزاف تدخل للأسواق بلا ما نركزوا مليح في الرموز والتصاميم والكتابة اللي تكون فيها. هذه الكؤوس مثلا تتباع بطريقة عادية جدا، ما فيها حتى تنبيه، غير تصميم داخلي على شكل نجمة كما راكم تشوفوا. كاين اللي يشوفها مجرد شكل هندسي للزينة، وكاين اللي يعتبر الرمز هذا حساس وما يرتاحش يشوفه في أدواته اليومية، خاصة في البيت. هنا تجي الفكرة المهمة. المستهلك ولا المشتري ولا أنت كمواطن لازم تكون واعي. كي تروح تشري حاجة ما تركزش غير في السعر والشكل الخارجي، بس حتى التفاصيل الصغيرة راهي مهمة. ماشي دعوة لمهاجمة أي تاجر، وماشي تحريض على أي جهة، بس دعوة باش نكونوا يقظين، خاصة كي الأمر يتعلق برموز عندها معاني مختلفة عند الناس. السوق الجزائري فيه بزاف بدايل، تقدر تختار وش يناسب قناعاتك بلا ما تدخل في جدال ولا صراع. الوعي الاستهلاكي هو الأساس. في الأخير الرسالة راهي واضحة: راقب قبل ما تشري، ولاحظ التفاصيل، واختار عن قناعة. خلينا نكون مجتمع واعي يناقش باحترام ويختلف بدون تعصب. قولوا لي في التعليقات، هل لاحظتوا هذا النوع من الكؤوس في الأسواق؟ وكيفاش تشوفوا الموضوع؟ إذا حبيتوا طبعا مواضيع توعوية على وش راه يدور في أسواقنا، دعموا الفيديو باللايك والاشتراك باش توصل الفكرة لأكبر عدد ممكن. في حفظ الله ورعايته، في أمان الله، في فيديو قادم إن شاء الله.